مرحبا فيكم في قناتي أنا أستاذ. اليوم يا حبايبي رجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد. مثل ما تعرفوا بقى 5 أيام لا يخلص شهر رمضان، فلهيك قررت أعمل لكم روتيني من الفطور حتى السحور لأول مرة. فقبل ما نبلش فيديو اليوم لا تنسوا اللايك اند شير اند سبسكرايب. هون كنت عم صوركم أمي كانت عم تحضر الإفطار وكمان عم بتجهز حلويات للعيد. يعني نحن بلشنا حلويات العيد، فاكتبوا لي تحت بالكومنت اذا انتم كمان بلشتوا حلويات العيد. وهون ورجيتكم هيك بعض الموديلات، ما راح ورجيكم كل الموديلات حتى يوم العيد ان شاء الله. فحضرنا حلويات العيد ونظفت المطبخ وهيك، لانه تعرفوا لما نعمل حلويات العيد في كتير جليات. وهون صورت لكم البالكون، نشرت الملابس لانه الجو صراحة كان حلو شوي، كان برد بس حلو. وبعدين هون كانت الساعة يمكن 47 هيك شي، فرحت لأعمل دوش خفيف لأنه كتير تعبت اليوم، يعني جلي وطبخ وهيك. فهون قررت روح أعمل حمام هيك دافئ لا يعني التعب يروح. فكانت الساعة 47 يمكن هيك شي. وياب طبعا قبل ما اتحمم حضرت شامبو، يعني انا بحب حضر كل شي، حضرت الملابس وهيك وياب. انا كتبت شكركم على 437 مشترك في قناتي، كتير فرحت الصراحة لانه هالعدد بالنسبة الي كتير كبير، فشكرا كتير. وياب تابعوا الفيديو. مثل ما تشوفوا هنا خلصت دوش، كنت يعني تشوفوا وشي صار احمر. هون نشفت شعري، وهون صارت الساعة 8 يعني قرب وقت الإفطار، فرحت لأحضر الطاولة. حضرت تمر صحون وكاس خبز، يعني بلشنا تحضير. وهون أمي عم تحرك للشوربة أو الحريرة يعني شوربة. وهون صار وقت الأكل، فتقبل الله صيامكم وصيامنا. وهون كنت عم بقرا الدعاء اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظما ثبت الإذن إن شاء الله. فبس أفطر أرجع لكم. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. وبعدين صار وقت الجلي، كتير بكره هالشي. بعد ما خلصت الجلي الفيديو كان كتير سريع، راحت لأنظف الأرض، يعني كتير بكره هالشغل بعد الإفطار. وهون عم نظف الأرض وهيك وهيك، والحمد لله المطبخ صار كتير نظيف ويعني راحة نفسية. وهون بعد الجلي وتنظيف المطبخ رحت لأصلي صلاة المغرب والعشاء، لأنه صراحة ما صليتها لأنه كنت هيك تعبانة وهيك. فبعرف ما يجوز بس يعني فهمتوا عليا. فهون صليت، وبعد ما خلصت صلاة العشاء فقرأت قرآن، قرأت سورة مريم يمكن. طبعا سورة مريم. طبعا هاد العام ما ختمت القرآن الكريم، بس يعني بقرأ، يعني مو لازم تختموه، بس يعني قرأوا صفحة سورة. فهون اختارت سورة مريم، وبعد ما قرأت جزئين من سورة مريم رحت لأقرأ هي السور الصغيرة، سورة العاديات وهيك شي، والعاديات ضبحا هيك، لأنه يعني لازم نقرأ قراءة القرآن. وبعد ما خلصت قراءة القرآن رحت خبيت كتاب القرآن، وهنا رحت حضر السهرة. الصراحة ما كنت كتير جيعانة، فصورت لكم هالمنظر تشوفوا. يعني صورت لكم منظر الليل، كان كتير برد صراحة. طبعا هون رحت لأحضر السهرة اللي هي حضرت أول شي أهم شي اللي هو مسلسلي. عم تفرج مسلسل أخو البنات، هو مسلسل جزائري كتير كتير بحب هالمسلسل. طبعا حضرت مسلسلي. عفوا. وهون رحت لأحضر شاي النعناع، يعني تعرفوا هيك لازم نحضر اشياء للسهرة عفوا. وكمان لازم نصحصح، فانا الشي اللي هو يصحصحني مو القهوة طبعا، انا الشي اللي بيصحصحني اللي هو النعناع، يعني شاي. طبعا بعد ما الشاي صار جاهز تشوفوا يعني هيك راحة نفسية عن جد. هون صبيت كاس تي،
شاي هيك ساخن ريحته كتير طيبة. وطبعا ما مو كتير جيعانة، كان عندنا تيراميسو وهيك، بس صراحة ما أكلت كتير مع السهرة شربت شاي وأكلت هاي حلويات العيد أمي عطتني لأدوقه، وقعدت هيك لوحدي وتفرج، يعني نرتاح شوي بعد الفطور وهيك. تعب كتير. بعد ما خلصت يعني بعد ما خلصت جالي وهيك ارتحت، وهون راحت تنام طبعا. وهون يعني الفيديو كان كتير سريع. هون كان وقت السحور، شوفوا وشي كيف كان، يعني كنت كتير تعبانة. فصراحة شربت حليب فانيلا وموز يمكن، لانه ما كتير كنت جيعانة اصلا، كنت كتير تعبانة، لهيك شربت بس حليب. شوفوا شربت حليب واكلت نص من التفاح. وهون بعد 5:13 وراح يأذن على 5:17، يعني لازم غسل أسناني هيك سريع على السريع. وبعدين رحت لأتوضى ولا أحضر لصلاة الفجر. وهون صار وقت صلاة الفجر. طبعا صليت، كنت عم صلي، يعني ما صورت لكم لما عم صلي. شوفوا هي غرفتي، وهي يعني هيك في هيك ركن للصلاة، والله في ركن صلاة كتير حلو. طبعا لما خلص صلاة برجع لكم. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، أهلا رمضان، رمضان جانا، أهلا رمضان، رمضان جانا. وبعد ما خلصت صلاة الفجر كتير مهم التسبيح. طبعا التسبيح يعني الله أكبر الحمد لله، فهون سبحت 33 مرة. فيعني كتير مهم بعد صلاة الفجر تصلوا وتقرأوا قرآن تسبيح. مو يعني السحور مو عبارة عن الأكل، وكمان الإفطار مو عبارة عن الأكل، لا، لازم نعمل العبادات، قراءة القرآن، تسبيح، ذكر الله. فهون صليت وقرأت القرآن يمكن حتى 7 صباحا، والله عن جد حتى 7. يعني هيك قرأت قرآن وهيك. وبعد ما خلصت قراءة القرآن وهيك يعني بلشت اتعب كتير. ويعني بتمنى هاي الروتين يكون عجبكم، شاركت معكم روتين السحور وكمان روتين الإفطار. فبتمنى هالفيديو يكون عجبكم أو ينال إعجابكم، إن شاء الله يكون عجبكم. ولا تنسوا تحطوا اللايك اند شير اند سبسكرايب، واستنوني بفيديوهات كتير حماسية. إن شاء الله راح أعملكم فيديوهات العيد، روتين العيد، فلوج العيد. فراح لكم باي، بحبكم كتير وبتشكركم على 400